وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع قناتكم علوم البحبحاني في الدور التحتاني. قناة جديدة مستوحاة من خيال آه، الأستاذ ريمون والعبد لله محمود. سواء أنا اللي هقدم أو الأستاذ ريمون أو أي حد من الأصدقاء طبعا معانا اللي هم عارفين علم البحبحاني. بس البحبحاني ده يعني أسطورة مصرية حية. الكتاب عباره عن يعني تحس ان هو مجلد ضخم، مجلد ضخم، فاهمني؟ في كل ما تشتهي الانفس، في كل حاجه، علوم، كل العلوم وشتى مجالات الحياه تلاقيه فيها، اول صفحه لاول صفحه، فاهمني؟ هو كتاب صفحه بس شامل كل حاجه. بس اقول لك بقى، مين بقى اللي يعرف الحاجات اللي جواه؟ خبايا واسرار وبين السطور وحاجات. لا والله العظيم انا كده. طبعا الناس اللي عارفين العلم ده ومتعلمينه مش عايزين ان هم يقولوا العلم ده، وبيحشوه عن الناس ومش عايزين يعلموه للاخرين. فاحنا جينا نقول لكم العلوم اللي احنا عارفينها عشان تعرفوا اللي احنا عارفينه، واللي احنا مش عارفينه اللي انتوا عارفينه احنا نعرفه. فكده احنا عرفنا حاجات انتوا مش عارفينها وعرفنا حاجات احنا عارفينها. فنحط اللي احنا عارفينه على اللي انتوا مش عارفينه، واللي احنا عارفينه مع اللي انتوا عارفينه، ونبقى عرفنا مع بعض كلنا ايه العلوم دي، وعرفنا كلنا في باب المعرفة. طبعا باب المعرفة باب كبير طبعا وباب طويل. آه، ولكن اثارنا على انفسنا ان احنا نخرج العلوم ديت للنور ونعلمها للاخر. فان شاء الله باذن الله هنبدا في اولى الحلقات. اول لقاء معاكم هيبقى عباره عن علم الشرفه المطروقه في الغرفه، وتسرسب ودخول الغبار الى الغرفه. كيف اكتشفوا العالم الجليل الدكتور الاستاذ المستشار المهندس الطبيب اللواء المشير الفريق اكتشفها عن طريق القطنه. هتقول له القطنه ازاي؟ هقول لك القطنه ما بتكذبش. مشى القطنه دي على الازاز، على المرايه، واكتشف ان التراب على الازاز. فبيبص لقى ان هو ناسي الشرفه اللي في الغرفه مفتوحه، فبذلك كان التراب دخل للغرفه. فراح قافل الشرفه، ولما قفل الشرفة منع التراب يدخل للغرفة. فكده ادي علم الشرفة، ان انت دايما لازم قبل ما تنام تقفل الشرفة. وبعدين خلي بالك الشرفة ديت لو سبتها تاني ممكن حرامي يدخل يسرق الكتاب ده. وتقفل الأنبوبة بتاع البوتاجاز وتطمن على ان الغاز دلوقتي بقت غاز. فاحنا بنقول الانبوبه ونقول اللي هي انابيب الغاز برضو اللي هي متوصله في البيت، اللي هو الغاز الطبيعي يتقفل. انت معاك رقم ارضي، انا بكلمك من البوتاجاز على فكره، موصل الثلاجه بالبوتاجاز وبفتح، فاهمني؟ عشان اقدر ان انا اتواصل معاك. فتطور طبعا. بالمناسبه للبحبحان نفسه راجل برتغالي اسباني ايطالي فرنسي امريكي افريقي هولندي بيزنطي روماني فرعوني من القريش، ولكن هو مش معروف جنسيته. فخلينا نتخطى الجزئيه ديت، حاجات يعني صغيره كده ما نقفش عليها. يعني نمسك الخشب، مش عيب. توفيق احمد محمد عبد الله عبد الحكم حكيم توفيق، اللي هو لقبه الحكيم. يعني انا مش عايز ادخلك وافرعك كان امي، مش امي انا يعني، لا، عشان بس انا عارف ان في، لا، امي يعني يقرا الكتابه والقراءه. بقى توفيق الحكيم يعني، فاهم؟ بلاش نروح لتوفيق الحكيم في العصر الحديث المعاصر. السيد الأستاذ السير الدكتور المستشار محمود أبو حسين طال الله عمره وبقاؤه بين عامة الناس. مثال حي، الصابر المكافح المناضل المجاهد في كل العلوم تجده. يكون متواضع عادي جدا، متواضع ثم في التواضع حسستك ان لا خالص ابدا. وده كان اول فيديو تعريفي فقط، حبينا نعرفكم ايه هو علوم البحبحاني في الدور التحتاني. اديناكم نبذه مختصره.